السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي أحبائي أعزائي. طب ما تنفعش كلمة. المهم خلينا في موضوعنا. النهاردة بإذن الله هنشرح الدرس الرابع في الوحدة الرابعة اللي هو السياحة في مصر وتحديات الاقتصاد المصري. هنتكلم إن شاء الله في الورقة ديت، هنشرح هنعمل إيه بالظبط إن شاء الله. طبعا أنا الدرس ده قلت إنه درس صغير، فعلا صغير بس دسم. تمام. الامتحان بتاعه مش هينزل النهارده، الامتحان بتاعه هيبقى بكره عشان يبقى فيه وقت انك تذاكره كويس وتحفظ كويس وتفهم كويس. يا ريت تكون بتفهم بس المهم يعني. فالنهارده ان شاء الله هنشرح الدرس ده بالتفصيل، درس فيه معلومات كتيره جدا يا شباب، فيا ريت تركزوا. هو صغير بس فيه شويه معلومات كتيره، مش اصعب من التعدين ولا اصعب من الزراعه ولا الكلام ده خالص. تمام يعني حلو وبسيط، بس برضه يعني في حاجات كتير يعني. فمش عايزين نطول. طبعا احنا هننزل امتحان بكره باذن الله، يعني بكره اللي هو يوم 31 ممكن نبقى خلصنا المنهج. هنبدا بقى الفتره الجايه ان شاء الله هنحل ان شاء الله كتاب الامتحان كله. تمام، مع الفويزات اللي بنقولها والحل والكلام ده، يعني هنروق الدنيا باذن الله. طبعا كل ده يا شباب الناس اللي بتتفرج علينا اول مره من اليوتيوب، ده كله فور فري على جروب وقناه التليجرام. هتلاقيهم موجودين في الديسكريبشن تحت، اللي هو وصف بتاع القناه. هتلاقيه موجود القناه وجروب التليجرام فيهم كل حاجه. طبعا قناه التليجرام فيهم احنا امتحاننا حوالي 20 امتحان او 21، حوالي 20 امتحان لغايه دلوقتي. والامتحان بتاع السياحه هيكون ان شاء الله ال 21. فال 20 امتحان هتلاقيهم في قناه التليجرام بالحل بتاعهم ان شاء الله، في فيديوهات كده هو شارحهم. والملازم اللي الورقه اللي انا بشرح منها ديت اللي بعملها هتلاقيها برده موجوده في بي دي اف. ان شاء الله هعمل لكم الورق اللي انا عملته كله في بي دي اف واحد، اجمعه كله كده واخليه في بي دي اف واحد بس. فان شاء الله هتلاقي كل حاجه في قناه التليجرام. جروب التليجرام بننزل عليه الامتحانات، اللي عنده اسئله كل يوم بيفتح، اللي عنده اي اسئله والكلام ده يعني. مش عايزين نطول ويلا بينا نتوكل على الله. بسم الله كده، صلي على النبي. عندنا الدرس دوت بيتكلم عن جزئين. هنتكلم عن السياحه في مصر، ده اول جزء. وهنتكلم عن الاقتصاد المصري، ايه هي التحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري. بص يا سيدي، سياحة في مصر يعني ايه؟ سياحة يعني سياحة يعني فلوس. يعني ناس، واحد أجنبي بيخش عندي البلد، تمام، بيجي يفيدني بالعملة الصعبة بتاعته، بيجي باخد منه الدولار بقى، اليورو، الكلام ده كله. تمام. يعني الدنيا بتبقى جميلة، فاهمني ان السياحة ديت بتزود لك الاقتصاد، بتدخل لك دخل كويس. فسياحة في مصر واقتصاد مصر الاتنين مرتبطين ببعضهم. فيلا بينا نشوف هندرس ايه. هناخد ان شاء الله في الدرس دوت في السياحة في مصر، هناخد مقومات الجذب السياحي. دي اول حاجة. يعني ايه مقومات الجذب السياحي؟ مقوم من اسمها كده، مقومات يعني حاجة بتقومها، حاجة بتقويها. دلوقتي عشان يكون عندي اقدر اجذب السياح يعني وكده. هو إيه اللي المفروض يكون عندي عشان اقدر اقوي يعني يكون في سياحه وكده. هو ناخد تاني حاجه المناطق السياحيه. ايه هي المناطق اللي في مصر اللي بيجوا السياح يزوروها؟ هناخد تالت حاجه جهود الدوله لتنميه السياحه. الدوله بتعمل ايه عشان تقوي تنمي السياحه ديت؟ بعد كده نخش بقى في الجزء التاني اللي هو التحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري. اقتصاد مصري يعني فلوس، اقتصاد يعني فلوس. هنتكلم ان شاء الله، من اتكلمنا عن الاقتصاد يبقى هنتكلم عن كل الدروس اللي فاتت. يعني ايه؟ يعني اقول لك انا دلوقتي احنا هناخد اول حاجه في الكلام ده، هناخد التحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري. بعد كده هناخد الاجراءات بتاعت النهوض بالاقتصاد المصري. فاكر الاجراءات اللي احنا خدناها بتاع ان ده اول اللي هو النشاط الزراعي والتعدين والنقل والتجاره. قلنا ازاي، او يعني قلنا اول حاجه المعوقات والمقومات واعمل ايه وهكذا، وازاي اواجه المشاكل اللي عندي. كل درس تقريبا كان فيه في الاخر كده ازاي اواجه المشكلات دي. تمام. فاحنا برضو الدرس ده بقى هناخد الكلام ده كله. يعني الاقتصاد المصري بقى ده لامم كل حاجه، لامم من الزراعه، لامم من التعدين، لامم كل حاجه خدناها قبل كده لاممها. تمام. فهتلاقي كل حاجه يعني درس يعتبر ايه، واخدينه قبل كده كذا مره. يعني درس سهل وجميل ولذيذ وما فيهوش اي حاجه ايه جديد، يعني حاجات بسيطه جديده ان شاء الله. فهناخد التحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري، يعني ايه الحاجات اللي واقفه قدامنا، ايه المعوقات، ايه المشاكل اللي واقفه قدام الاقتصاد المصري. هناخد بعد كده اجراءات النهوض بالاقتصاد المصري. دلوقتي عايز يكون عندك اقتصاد كويس لازم تعمل ايه؟ طبعا لازم ماده خام، لازم توفر عماله كويسه، لازم يعني الكلام اللي خدناه كله هنقوله النهارده برضه. مش عايزين نطول ويلا بينا نفتح كتاب الامتحان ونسمي الله.
في البداية كده بيقول لي تعد السياحة مصدرا رئيسيا من مصادر الدخل القومي، الحاجات اللي بتدخل لك فلوس، تمام. وبيقول لي بما توفره من فرص عمل للمواطنين وعملة صعبة، بتوفر لي فرص عمل وعملة صعبة. هتقول لي ازاي بتوفر لي فرص عمل؟ ما انت لما يكون عندك دلوقتي عندك سياحة، انت لازم تعمل فنادق، لازم تعمل اتوبيسات تكون كويسة فيها حاجات، يعني الدنيا تبقى جميلة كده هوت، ما يكونش طبعا حرانين بقى وقرف والكلام ده. لازم تسهل لهم الإجراءات بتاعتهم كلهم، فالدنيا تبقى جميلة وزي الفل. فانت الاتوبيسات اللي انت عملتها والفنادق وي دي البطاله اللي عندك، هتلاقي يعني هيلاقوا يعني اماكن وفرص عمل يشتغلوا فيها وهكذا. يعني بعد كده نخش في اول حاجه، وهي ايه هي مقومات الجذب السياحي. بيقول لي تعد مصر من الدول السياحية ذات الأهمية في العالم بسبب توفر المقومات اللازمة للسياحة. تعال نشوف ايه هي المقومات اللي عندي دي. قال لي بص يا باشا، في عندك مقومات طبيعية انت مالكش ده. بص انا اللون الاحمر ده ما بحبوش، تغير يا عم مش ناقصين قرف. عندك مقومات طبيعية، تمام. مقومات طبيعية انت مالكش دخل فيها حمادة، تمام. يعني الموقع الجغرافي، هل انت عملت فيه حاجة؟ على الطلاق ما عملت فيه حاجة، تمام. يبقى المقومات الطبيعية بتتمثل في اول حاجة الموقع الجغرافي. موقع مصر متميز في نص العالم كده هوت، واخد بص بص كده على الخريطة تلاقيه حاجة حلوة كده، واخد في منتصف العالم، تمام. المناخ عندنا مناخ متميز برضو، الدنيا جميلة وزي الفل، اللي هو بارد قوي ولا هو حر قوي، يعني معتدل. عندك نهر النيل، تمام، دي من المقومات الطبيعية، وده هنعرف دلوقتي نظام السياحة، يعني هنعرف دلوقتي الكلام ده كله ليه. وعندك كمان بيئة طبيعية كويسة، هناخد برضو ايه البيئات الطبيعية، وهنا وهنا وفي تنوع كل الكلام ده ان شاء الله نشرحه، بس احفظ الكلام ده. دلوقتي المقومات الطبيعية ايه هي؟ موقع جغرافي متميز، المناخ معتدل، نهر النيل، بيئة طبيعية. طيب ايه هي بقى المقومات البشرية اللي عندي؟ مقومات بشرية يعني انت اللي بتتدخل فيها، انت اللي حاطط ايدك في كل حاجة، انت اللي حشر مناخيرك فيها. طب ايه هي المقومات البشرية دي؟ قال لك يا بص يا سيدي، اول حاجة النقل، تمام. تاني حاجة التراث الحضاري. تالت حاجة التسهيلات السياحية. رابع حاجة التنوع الاجتماعي. يبقى دي الحاجات المقومات المطلوبة عشان يكون عندك سياحة. ايه هي؟ قلنا مقومات طبيعية، مقومات بشرية. طبيعية موقع جغرافي، مناخ، نهر النيل، بيئة طبيعية. مقومات بشرية نقل، تراث حضاري، تسهيلات سياحية، تنوع اجتماعي. تنوع اجتماعي حلو جميل جدا. طيب ليه النقل قلنا لازم السياحة؟ ما احنا قلنا اتكلمنا حتى في درس النقل والتجارة، لازم يكون عندك نقل كويس. يعني مثلا واحد سايح مثلا عايز يروح من محافظة لمحافظة او من حتة لحتة يزور آثار، ما ينفعش تديله عربية تاخد 10 ساعات مثلا في الرحلة، هو اصلا الطيارة اللي ركبها من هنا لهنا ما خدتش الوقت ده. فلازم يكون عندك طيران جوي، لازم يكون عندك طرق كويسة، العربيات كويسه، الاتوبيسات ما فيها تكييف والكلام دوت، يكون الدنيا جميله وسهل وجميله وزي الفل كده، والنقل ايه سهل وبسيط ومريح. التراث الحضاري، الناس بتيجي مقومات بشريه تراث حضاري، انت عندك حضارات الناس بتيجي تشوفها، ديت من الحاجات المقومات اللي لازمه للسياحه. لازم يكون عندك عشان يكون في سياحه برضو تسهيلات سياحيه، يعني ما مش عشان واحد يعمل له ورقه تقعد تقول انت لازم تروح هنا وبعد كده تعمل هنا وبعد كده لا، ما تقعدش تلف، عايز يجيب مثلا تذكره يخش حته، ما تقعدش تكتر له في الحاجات، لا سهل الدنيا كده، خليها ايزي كده. يكون عندك برضو ايه تنوع اجتماعي. يعني ايه تنوع اجتماعي برضو؟ بص يا سيدي، التنوع الاجتماعي ده مثلا احنا عندنا ايه؟ عندنا بدو، عندنا الناس اللي بتوع الحضر وكده هوت، عندنا اللي هو شغالين في الزراعة الفلاحين وهكذا، تمام. فكل واحد من الناس ديت، كل مجموعة بيكون ليهم ثقافات، ليهم تقاليد معينة، ليهم معتقدات، ليهم قيم، ليهم خبرة، ليهم ثقافة. كل ناس كل مجموعة ليهم، يعني بيكون في تنوع كده، يقول لك دي قبائل كذا، دي قبيلة كذا عندهم ما اعرفش بيعملوا ايه وبيعملوا ايه، ودي قبيلة كذا. كذلك في كل دولة تروح مثلا تلاقي مش عارف دي هنود ايه، ودي ما اعرفش ايه، ودول مين، ودول كذا، ودول بيعملوا ايه، ودول يعني تقاليد وحاجات مختلفة. فهو ده التنوع الاجتماعي، تنوع في كل حاجة، خبرة، ثقافة، تقاليد او هكذا يعني، تمام. نخش بس قبل كده ما نعدي في اللي بعده، البيئة الطبيعية. البيئة الطبيعية انت عندك كذا بيئة هنا اهوت، بس ايه ما احنا هنشرحها برضو تاني، بس ايه اقولها لك عشان ما تقولش انت ما شرحتهاش وتقعد ايه تقرفنا يعني. البيئة الطبيعية يعني عندك بيئة ساحلية، بيئة صحراوية، بيئة معرفش ايه، بيئة ايه كده، تمام. بيئات متعددة، تمام.
تعالى بقى ايه نخش في المناطق السياحيه. بص بقى حبيبي، انا عايزك تركز معايا كويس قوي، ثم بص ما تمشي ما تطلعش من الفيديو ده غير وانت حافظ ومذاكر ومظبط دنيتك. ما انت هتخلص برضه وتخلص انت عارف انت بتعمل ايه، ها يعني بتروح تذاكر تاني يعني عشان تحفظ بقى وكده من الكتاب، يعني اللي انا قلته ده كله مع نفسك بقى. بس ايه، انا عايزك يعني بنسبه كبيره تكون، يعني بنسبه 70% 80% تكون مخلص الدرس معايا. طيب، المنطقة السياحية نمسك أول حاجة اللي في شبه جزيرة سيناء. قال لي بص يا سيدي، عندك هنا في النص، هنا في الحتة ديت كده هوت دير سانت كاترين. بعد كده الشعاب المرجانية عندي بص هنا هوت عند رأس بص عايز اقول لك حاجة بس عشان هنقولها دلوقتي. شايف الحتة دي اللي ما بين شبه جزيرة سيناء؟ اهي الحتة هنا، بص اهي شويه البحر اللي في النص ده، اشيل لك العلامه اللي انا علمتها دي. بص ركز معايا، شايف البحر الحته اللي هنا ده كده اهو، الحته دي كده اهوت، ده كده اسمها خليج العقبة، هنقولها دلوقتي في الحتة اللي جاية. تمام تمام. فانت عندك في النص هنا عندك دير سانت كاترين، عندك عند راس خليج العقبة هنا الشعاب المرجانية هنا كده تمام، هي معلم لك عليها تمام. هنا الشعاب المرجانية. خش بقى ايه في الحتة اللي فوق. في الجيزة عندك اهرامات الجيزة. في الفيوم عندك هرم ميدوم، هو اسمه كده تمام، هرم ميدوم تمام. عندك في المنيا عندك مقابر بني حسن. عندك في الصحراء الغربية محمية الصحراء البيضاء. بص يا حبيبي، هنا في الحته دي كده اهوت، عشان شفت سؤال جايبه لك هنا اهوت واحة الفرافرة. هنا بقى جنوب الفرافرة هنا اهوت عندك محمية الصحراء البيضاء تمام. خلي بالك على الصحراء دي مختلفة عن جميع كل حتة. يعني ايه؟ يعني بص لو تلاحظ ان كل صحراء بالليل بتبقى صفرة كده، صفرة لا دي بيضة على طول من اسمها بيضاء تمام تمام. عندك بعد كده اتنين في الاقصر، مين هما؟ معابد الاقصر ومعبد حتشبسوت. معبد الاقصر وحتشبسوت، معبد الاقصر حتشبسوت، معبد الاقصر حتشبسوت. عندك في اسوان اتنين، معبد فيلة ومعبد ابو سمبل. معبد فيلة ومين؟ وابو سمبل. فيلة ابو سمبل، فيلة ابو سمبل اللي هم في يجي يقول لك المعالم التاريخيه او الاثريه اللي في مصر في الجنوب اللي قريبه من السودان وكده، تقول له معبد ابو سمبل، معبد فيلة اللي هم فين؟ في اسوان هنا تمام تمام. بص بقى بيقول لي تتعدد المناطق السياحيه في مصر على النحو التالي. بص احنا عايزين نمشي بريتم، مش عايزين نمشي زي ما الكتاب قايل تمام تمام. بص اول حاجه ناخدوها ساحل مصر الشمالي. احنا عندنا كده قبل ما نقولهم عندك كم مناطق سياحيه. بص عندك ساحل مصر الشمالي، عندك سيناء، القاهره الكبرى، الوجه القبلي، ساحل البحر الاحمر، واحات الصحراء الغربيه. انا عندي كل دول حفظ طبعا، هتلاقيك دلوقتي مستغرب وكل دول عايزين نحفظهم واماكن. هسهل لك الدنيا وهخلي لك الدنيا جميله وزي الفل، ما تقلقش انت حماده، ركز بس معايا يا حماده. بص يا حماده، دلوقتي انت عندك ساحل مصر الشمالي. ساحل مصر الشمالي بيقول لي يمتد من اسكندريه شرقا حتى السلوم غربا تمام. ساحل مصر الشمالي بس كده. قال لي بيجذب هذا النطاق السياحه العربيه. يعني ايه السياحه العربيه؟ مش الاجنبيه، خلي بالك، السياحه العربيه تمام تمام. طب ثواني كده، سياحة عربية دول عندهم ايه في الخليج والحتت ديت يعني العربية عموما عندهم حرارة عالية، فهم بيجوا لمصر عشان في مناخ كويس. يبقى السياحة العربية بيجوا في الساحل المصري الشمالي ليه؟ عشان في مناخ كويس، عامل المناخ يعني قشطة قشطة. قال لي بعد كده توجد به عشرات القرى السياحيه في ساحل مصر الشمالي. طبعا انت عندك على الساحل كله يعني كل شويه قريه معرفش، حتى في ام بي سي مصر برضو كل شويه. ان لو انت لسه ما اشتريتش كومباوند روح اشتري، لو انت معرفش ايه، ما حسسني ان المهم يعني. بعد كده يقول لي من اهم المناطق اللي موجوده في ساحل مصر الشمالي عندك العلمين، عندك سيدي عبد الرحمن، عندك مرسى مطروح. قشطه يابا قشطه. يبقى احنا كده اتكلمنا في ساحل مصر الشمالي، قلنا بيجذب النطاق السياحة العربية ليه؟ عشان في مناخ كويس. يمتد من اسكندرية لغاية السلوم، من اسكندرية شرقا للسلوم غربا، في عشرات القرى السياحية. اهم مناطق على سيدي عبد الرحمن مرسى مطروح. هل في صعوبة في الكلام اللي احنا قلناه ده؟ مفيش اي صعوبة. بسم الله تعالى نخش في اللي بعده. هناخد القاهرة الكبرى قبل ما ناخد سينا. بص يا باشا، القاهرة الكبرى احنا كنا قايلين اليوبية القاهرة جيزة. هنا قايل لك القاهرة وجيزة بس، يبقى ليبيا فين؟ لا هو جاب لك اكبر اتنين بس، اكبر محافظتين. تضم المعالم السياحية في، بص يا باشا، القاهرة عندك فيها قلعة صلاح الدين الأيوبي، بنى إيه؟ بنى القلعة. وعندك الأزهر الشريف،
وعندك الكنيسة المعلقة. جميل جميل. الجيزة عندي إيه؟ عندي الأهرامات. فيها حاجة صعبة؟ مفيش. فيها حاجة كده كده؟ مفيش حاجة ايه في الكلام ده. طيب تعالى ناخد، يعني احنا كده خلصنا اول ايه اتنين كده سهلين جدا. تعالى ناخد بقى ايه سينا. بص يا حماده، سينا شبه جزيرة سينا، بيقول لي تعد سيناء من المناطق السياحة الرئيسية في مصر. ليه يا عم؟ قال لك والله فيها مقومات طبيعية شديدة التنوع. خلي بالك ركز في الشديدة دي، يجي يقول لك مثلا حتة، عشان ناخد دلوقتي حتة فيها تنوع، لكن دي بقى شديدة التنوع. تخلي بالك ما بين حتة شديدة التنوع في مقومات البيئة، يعني عندك مثلا بيئة ساحلية وبيئة صحراوية وبيئة معرفش ايه وبيئة ايه وبيئة ايه، وفي حتت فيها تنوع سياحي. تفرق، خلي بالك عشان ما يجيكش يوقعك في الامتحان. ده تفرق عن ده خالص. تمام. فهنا بيقول لي تميزها مقومات طبيعية شديدة التنوع ما بين بيئة ساحلية، يعني الحتت اللي على السواحل الشاطئ وهكذا، بيئة جبلية صحراء والحتت اللي فيها جبال، وبيئة صحراوية دي غير دي. يبقى جبليه حتت فيها جبال، وصحراويه الاثنين مع بعض هو قايلهم لك يعني. وقال لك كمان وجود سواحل خليج العقبه. يبقى انا عندي خلي بالك سينا فيها ايه؟ فيها مقومات طبيعيه شديده التنوع، وفيها سواحل خليج العقبه، فيها خليج العقبه، وفيها ايه تاني؟ وفيها شويه اثار قديمه مهمه. ده اللي احنا هناخدوها في سينا. طيب قال لك وجود سواحل خليج العقبة اللي بتتميز بإيه بقى؟ اللي احنا لسه موريها لك، أنا دلوقتي قلت لك هتنفعنا ووريتها لك على الخريطة خليج العقبة. قال لك بص يا باشا، بتتميز بيه كثرة الشواطئ الرملية، فيها شاطئ كتير. المناخ الدافئ في الشتاء والشمس الساطعة. يبقى يجي السياح ليه؟ يجي يقول لك في خليج العقبة، تقول له والله في مناخ دافي في الشتاء، تمام، والشمس جميلة وزي الفل. يبقى الحتة اللي فيها مناخ دافي في الشتاء خليج العقبة، سواحل خليج العقبة اللي في سينا. قشطة يابا قشطة. بعد كده بيقول لي امتداد الشعاب المرجانية مما جعله من منطقة جذب السياحة الرئيسية، خاصة في شرم الشيخ. وجود العديد من الآثار القديمة المهمة. زي ايه؟ قال لي دير سانت كاترين. دير سانت كاترين قلت لك في النص كده، تمام. وقلعة صلاح الدين. ايه ده؟ احنا مش لسه قايلين دلوقتي في القاهرة ان في قلعة صلاح الدين؟ حبيبي انت عندك قلعتين، واحدة في صلاح الدين وواحدة في القاهرة، والتانية فين؟ في سينا. واحدة في القاهرة والتانية في سينا. اللي في سينا قلنا موجودة، هي موجوده، بيقول لك موجوده في طابا، تمام. والتانيه موجوده فين؟ في القاهره، تمام. يبقى انا عندي الاثار القديمه ايه؟ عندي دير سانت كاترين وقلعه صلاح الدين. دير سانت كاترين، قلعه صلاح الدين، تمام. قلعه صلاح الدين موجوده فين؟ عند خليج العقبه، عشان ممكن برضو يجيب لك عليها السؤال، وهظبطك انا ايه في الاسئله في الدرس ده. يبقى قلنا اهو كام حاجه في سينا، هو مكتوب كلام كتير بس سهلنا الدنيا. قال لك فيها مقومات شديده التنوع، يعني كذا بيئه، تمام. عندك بيئه ساحليه جبليه صحراويه، عندي سواحل خليج عقبه فيها ايه؟ قال لك فيها شواطئ رمليه كتير، وفيها مناخ دافي في الشتاء والشمس جميله. قال لك كمان عندي شعاب مرجانيه بتجذب السياح، خاصه فين؟ في شرم الشيخ. قال لي كمان في اثار قديمه كتير، زي مثلا دير سانت كاترين اللي عنده اكبر قمه جبليه، قمه جبل سانت كاترين، وقلعه صلاح الدين اللي موجوده فين؟ في طابا. جميل جدا. نخش في اللي بعده. قال لي اللي بعده الوجه القبلي. ركز معايا بقى في الحته دي، عايز اقول لك حاجه. بص، يجيب لك في الامتحان يقول لك الوجه القبلي، او يقول لك جنوب الوادي، او يقول لك جنوب مصر، او يقول لك صعيد مصر، او بدل جنوب الوادي يقول لك جنوب وادي النيل، او يقول لك في الجنوب وبس ويسكت، تمام. فدي كلها الفاظ يجيبها لك على الوجه القبلي، فتخلي بالك. يقول لك جنوب وادي وجه قبلي، جنوب مصر وجه قبلي. طب قال لي جنوب بس وجه قبلي، بدل وادي قال لي وادي النيل برضه وجه قبلي، صعيد مصر وجه قبلي، تمام. فيقول لك الحدود القريبه مثلا من السودان وجه بنفس الموضوع برضه، تمام، وجه قبلي، تمام. فتخلي بالك من الالفاظ اللي بيلعب لك بيها في الامتحان. يلا نكمل. بيقول لي الوجه القبلي توجد به آثار تاريخية من الحضارة الفرعونية حتى الحضارة الإسلامية. ولسه دلوقتي احنا واخدين اللي في الأقصر واللي في أسوان اتكلمنا عنهم، واللي في المنيا والكلام ده. فبيقول لي توجد به آثار تاريخية من الحضارة الفرعونية حتى الإسلامية، يعني في حضارات كتير. خلي بالك، حضارة فرعونية إسلامية لغاية الإسلامية. قال لك حتى، خلي بالك من كلمة حتى دي، حتى يعني في حضارات تانية. فهنا في تنوع حضارات، وتنتشر في معظم مدنه وقراه، تمام. يعني عندي آثار كتير في المدن والقرى والكلام ده. قال لي من أهمها إيه بقى؟ بص يا باشا، قال لي معابد وآثار الأقصر.
قال لي عندك معبد ابو سمبل جنوب اسوان، جنوب يعني قريب من السودان، عشان ده اسئله ايه متكرره. قال لي عندي اثار تون الجبل. دول الحاجات، بص اسامي مختلفه اللي يعني ايه، يعني هم عندك كام اسم؟ 3 4 اسامي، حوالي 3 اسامي، اتنين هنا اهوت، واحد في الصحراء الغربيه. قال لي عندي اثار تونة الجبل. التونة اللي انت لا مش التونة، لا يعني انا بقول لك عشان تفتكرها بس. اثار تونة الجبل والاشمونين، اشمونين تونة الجبل اشمونين موجودين فين؟ في المنيا. طيب الاتنين دول فين؟ في المنيا. تونة الجبل اشمونين فين في المنيا. طيب اثار ميدوم وعين السلين بجانب منطقة بحيرة قارون في الفيوم. اثار ميدوم وعين السلين، اثار ميدوم وعين السلين بجانب منطقة بحيرة قارون فين؟ في الفيوم. تمام تمام. دول عندك اهو كام حاجة ايه، سطرين المختلفين وسطر واحد في الصحراء الغربية، والدرس يعتبر ايه الصعوبات اللي فيه خلصت. هو انت عندك اكتر حاجتين مهمين، الوجه القبلي والصحراء الغربية، بس عشان الاسامي اللي فيها بس كده ممكن تتلخبط ما بينهم، فانا مش عايزك تتلخبط. يبقى نقولهم تاني: اثر تونة الجبل والاشمونين فين؟ في المنيا. اثر ميدوم وعين السلم فين؟ في منطقة بحيرة قارون اللي موجودة في الفيوم. طيب نخش بعد كده في ساحل البحر الاحمر. ساحل البحر الاحمر يعد اقليم سياحي مهم على الخريطة السياحية لمصر. ليه؟ قال لي بص يا باشا، متميز بتنوع البيئات، من بيئة ساحلية تمتد أمامها مياه صافية زرقاء وشعاب مرجانية غاطسة تمتد بامتدادها الساحل، وسهول رملية تطل بشواطئ رملية نقية في قطاعات كبيرة منه، ووجود ظهير جبلي تقطعه أودية عديدة تمثل مسالك وطرق إلى داخل الصحراء، وعادة ما تتم فيها السياحة البيئية. بمعنى والله يا حبيبي، انت عارف ان عند البحر الاحمر في جبال البحر الاحمر، حلو حلو. اما الميه بتنزل، ايه اللي بيحصل؟ دلوقتي انت عندك صحراء شرقيه، تمام؟ يعني ما تيجي يعني ارسم لك الكلام ده. خلينا مثلا نقفل الجزء ده. دلوقتي انت عندك دي مثلا الجبال اهي، تمام؟ وده اهو ده كده البحر الاحمر، ودي الجبال اللي عنده اهي. نغير لك اللون. دي اهي الجبال اللي باللون الاسود دي، تمام تمام قشطه. الجبال اللي باللون الاسود ديت، انت عندك هنا وادي النيل، حلو حلو. هنا صحراء ايه؟ صحراء شرقيه، جميل. فانت الميه اما نزلت هنا اهوت على الجبال ديت، بقى عملت طرق هنا، طرق عملت افرع، تمام؟ عملت اوديه، الاوديه دي فيها ايه؟ فيها ميه. بعد ما خلصت الفتره المطيره، الاوديه ليه اسمها اوديه جافه؟ الاوديه جافه يعني ايه اوديه جافه؟ يعني اوديه كان فيها ميه، بعد كده الميه نشفت فبقى اسمه وادي جاف، بس كده. فانت عندك الميه لما كانت بتنزل على الجبال بتعمل اوديه هنا وتتملى ميه، اوديه طرق كده لغايه دلتا النيل، لغايه هنا لغايه الوادي. تمام تمام. فالاوديه ديت بعد فتره، بعد ما خلصت الفتره المطيره، جفت بقى ما فيهاش ميه. فقال لك السياح بقوا بياخدوا الطرق ديت يمشوا فيها، يقعدوا بقى يتفرجوا على الاماكن، يعني واخدينها طرق، تمام؟ فبقى اسمها ايه؟ اسمها اهي سياحة بيئية. بقى اسمها ايه؟ سياحة بيئية. يبقى السياحة البيئية اللي هي عملوا ايه؟ قال لك والله خدوا الأودية الجافة ديت طرق ومسالك يمشوا فيها، تمام تمام. يبقى قال لك وجود ظهير جبلي تقطعه أودية عديدة تمثل مسالك وطرق إلى إلى داخل الصحراء، وعادة ما تتم فيها إيه؟ السياحة البيئية. تعال نخش في الصحراء الغربية. بيقول لي واحات الصحراء الغربية تعد أحد المناطق السياحية في مصر. ليه؟ قال لي بص يا باشا، في عيون مائية كبريتية ومعدنية حارة في عدد كبير من الواحات. خلي بالك ان العيون المائية ديت، وخلي بالك برضو ان الواحات الصحراء الغربية فيها تنوع سياحي، تمام؟ وخلي بالك ان العيون المائيه الكبريتيه ديت والمعدنيه ناس بتروح لها عشان اهداف علاجيه. يعني الناس بتروح لها مثلا واحد عنده مرض جلدي او حاجه، بيروح يقعد في الميه ديت وهكذا يعني، تمام؟ زي واحد سيو الاماكن دي كده، اللي بيبقى يقعدوا في الميه اللي فيها املاح وكده هوت، يعني بتبقى حاجات علاجيه وكده. فهنا بيقول لي عيون المائيه الكبريتيه والمعدنيه الحاره في عدد كبير من الواحات. يعني احنا مثلا عندنا هنا هوت في اسكندريه، عندك الماكس وكده هوت الميه بتاعته فيها كبريت، تمام؟ فبتشم هوا، يقول لك بينظف تقريبا الرئتين، يعني هوا بيكون نظيف يعني في الماكس ده بالذات. فهنا بيقول العيون المائيه الكبريتيه والمعدنيه الحاره في عدد كبير من الواحات. عندها ايه كمان؟ قال لي والله العديد من الاثار. عندك معبد هبس بالخارجه، هبس في الخارجه.
هيب انا قلت لك هتلاقي سطرين، ده السطر اللي عندنا ايه في الصحراء الغربيه. فاحفظوا هيبس في الخارجه، مقابر المزوقه ومقبره شندي في الداخله. مزوقه وشندي في الداخله، مزوقه وشندي في الداخله، وهيبس خارجه، هيبس خارجه، هيبس خارجه، مزوقه وشندي فين؟ في الداخله. قال لي عندي مناطق جذب لسياحه السفاري. السفاري اللي هو بيبقوا عاملين خيم، مش فاكر انت الفيلم بتاع احمد حلمي لما كان سرقوا منهم الجبل والجمل وادوهم لا سرقوا منهم بيتش باجي وادوهم جمل، كانوا رايحين سفاري وكده هوت، هو الولد الصغير اللي كانوا معاه ويبقوا دافعين مثلا خروف ولا جمل وهكذا، وبيتش باجي واغاني بالليل ومعرفش وايه 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 ولابسين عمم، دي السفاري تمام. يبقى منطقه جذب لسياحه السفاري حيث توفر بها مخيمات السفاري اللي انا لسه قايل عليها ايه، جمال وهكذا ومخيم وقعدة عرب والكلام ده يعني تمام. الكثبان بعد كده قال لي كمان فيها كثبان رمليه واشكال تضاريسيه ايه مختلفه، يعني فيها جبال وهكذا وهضاب والكلام ده، اشكال تضاريسيه متميزه يعني. يبقى الواحات الصحراء الغربيه مناطق سياحيه فيها عيون مائيه كبريتيه، قلنا هدف علاجي ومعدنيه حره في عدد كبير من الواحات. يعني انت عندك واحات كتير في الصحراء الغربيه تمام. العديد من الاثار فيها برضو، قلنا هيبس في الخارجه، مقابر المزقه ومقبره شندي في الداخله، وما قلنا انها مناطق جذب لسياحه السفاري، فيها مخيمات سفاري، وقلنا فيها كثبان رمليه واشكال تضاريسيه متميزه. كده احنا نبقى فنشنا الست مناطق السياحيه تقريبا، ما فيهمش اي حاجه، حاجات سهله وجميله. ما فيش عندك هنا غير سطر في الواحات الصحراء الغربيه هو اللي قلنا هيبس الخارجه، وسطرين هناوت في الوجه القبلي، لكن الباقي سهل وجميل وكله انت عارفه وما فيش اي مشاكل يعني. المهم انك بعد الدرس ده ما تاخد ما يعني تتفرج على الفيديو ده، تفتح بقى ايه، تركز تاني تحفظ الحاجات اللي انا قلتها لك. يعني مثلا قلت لك هنا في الاقصر مثلا فيها معبد ايه ومعبد ايه، اسوان فيها معبد ايه قريب من ايه وكده وهكذا، في سينا فيها ايه، والكلام ده كله تتذاكره يعني مع نفسك. خش بعد كده في اخر حاجه وهي جهود الدوله لتنميه السياحه. يعني عايز يقول لك ايه؟ يعني بيقول لي تبذل الدوله جهود كثيره لتنميه السياحه، حيث قامت عملت الدوله عشان تنمي السياحه. بص يا سيدي، اول حاجه انشاء وزاره للثقافه والاثار لدعم وتنميه المشروعات الكبرى والحفاظ على النظم الثقافيه والحضاريه والحضاره المصريه. قشطه. التوسع في انشاء فنادق بدرجاتها المختلفه، بحيث انك معاك يعني ايه لكل فئات السياحه، واحد معاه غني جدا، واحد كده، واحد كده، فانا عملت لك درجات مختلفه. تالت حاجة التوسع في إنشاء المطارات بالمناطق السياحية وتطويرها. قال لك هعمل زي ما قلنا، عشان مثلا عايز تروح من محافظة لمحافظة ما تاخدش وقت كتير، فأنا هعمل إيه، مطارات داخلية وهكذا، يكون في نقل جوي داخلي. طيب إنشاء كليات ومعاهد سياحية للسياحة لتوفير الكوادر العلمية والكفاءات في العمل السياحي. قال لي إنشاء كليات ومعاهد للسياحة عشان توفر إيه، يكون عندك ناس فاهمة، يعني اللي هو مثلا أقول لك أنا يعني مثلا المعبد وكده بيكون عندك واحد خريج مثلا كلية آثار بيشتغل فيها، يقعد يفهم السياح، طبعا بيبقى معاه لغة ولا حاجة، يقعد يفهمهم ده بتاع كذا ده كذا، يشرح لهم الدنيا ايه الآثار يعني والحاجات ديت. فبيقول لك لازم تنشئ كليات عشان توفر الكوادر والكفاءات دي اللي يعني في العمل السياحي وهكذا. بيقول لي كمان تطوير القرى السياحية والمنتجعات، لازم الدولة تعمل كده. بيقول لك الدولة يعني بتعمل الكلام ده عشان تنمي ايه، تنمي السياحة. تحسين الطرق ووسائل النقل سواء كان نهري أو جوي أو بري، لازم تحسن الطرق بكل أنواعها. المشاركة في المعارض العالمية وزيادة عملية التسويق السياحي في دول العالم، تشارك بالآثار اللي عندك والحاجات اللي انت عندك حاجات نادرة وحاجات متميزة، فبيقول لك تشارك الكلام ده في المعارض العالمية وزيادة عملية التسويق السياحي في دول العالم. بعد كده هو بيقول لي توعية المواطنين وإرشادهم بكيفية التعامل مع السائحين. يعني يجي مثلا يبقى واحد عايز يركب له حصان، يجي التاني عايز يفقعه فيقول له مش عارف يديله لفة من هنا لغاية مثلا 100 متر، يقول له 300 جنيه، عايزين يمصوا دم الواحد. فيقول لك لا انت لازم تفهمهم. حتى انا اتفرجت على واحد كنت بتفرج عليه اجنبي كان في مصر يعني وكده اهوت، يعني بوريك ان النصب والناس بتنصب عليهم وكده. واحد يبقى راكب مثلا تاكسي يقول له بمبلغ وقدره، يبقى رايح يحلق يقول له بمبلغ وقدره، رايح يشتري مثلا فول وفلافل يقول له تدفع قد كده. فاللي هو شاف وعرف انه سايح، خلاص تعالى لي بقى. فيقول لك لا لازم توعي المواطنين، واللي يعمل حاجه او يسرق حاجه تجيبه من قفاه طبعا. طيب خلي بالك بس عايز اقول حاجه، التسويق السياحي في دول العالم معنى كده انك مش تروح تبيع الاثار اللي عندك في دول العالم، ركز. تسويق سياحي يعني اللي هو ايه، بتعمل دعايه، بتعمل الحاجات اللي انت عندك.
بحيث ان الناس يجيلك زوار، يجيلك من كل انحاء العالم. تمام. فتسويق سياحي تفرق، عشان مش واحد يقول لك ده تسويق يعني اروح ابيع بقى في دول العالم، لا. تسويق سياحي انك بتروح تعمل دعايه للحاجات اللي عندك. تمام. معارض وكده اهوت، انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، وتفهم الدنيا وتنشر وكده اهوت عشان الناس تجي لك. طيب كده اتكلمنا في جهود الدوله لتنميه السياحه. هنخش في الجزء الثاني بقى من الدرس، وهو التحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري. ايه هي العقوبات اللي بتواجه الاقتصاد، اللي بتقف قدام الاقتصاد المصري؟ هنتكلم عن الاقتصاد. تمام. اقتصاد مصري، يعني احنا خلصنا السياحه، هنخش بقى ايه في الاقتصاد. بيقول لي تقف العديد من المشكلات والتحديات عقبة في سبيل النهوض بالاقتصاد المصري، حيث انخفاض مستوى التقنيات بشكل عام في كل المجالات الإنتاجية. تمام يا عم. زيادة الديون الخارجية والداخلية بشكل مضطرد، يعني بشكل كبير، شكل مفجع، حيث زادت الديون الخارجية على 36 مليار دولار. كما زادت الديون الداخلية، ديون على الدولة تجاه السكان يعني، قال لي على 200 مليار دولار. قال لي كمان عدم الاستقرار في الأوضاع السياسية في بعض الدول مما ينعكس سلبا على الاقتصاد، بجانب عودة العديد من العاملين بالدول العربية إلى مصر، فيضيف عبئا جديدا على اقتصادات البلاد. يعني إيه؟ يعني مثلا دلوقتي انت كان عندك 100، تمام، انت عامل مدينة عندك 100، انت عندك مش عارف تشغلهم. ال 100 دول في منهم 60 شغالين، وفي 40 منهم مش لاقيين شغل. في ال 40 دول سافروا بره يشتغلوا في الدول العربية. ال 40 دول مثلا رجعوا، يعني سابوا الدول العربيه ورجعوا يشتغلوا عندك. فانت بقى عندك يعني العبء زاد عندك، ما انتوا مش مشيتوا فرجعوا تاني، فبقى عندك نفس العبء، فالعبء زاد عندك يعني وكده. تمام تمام. فده بيزود على الدولة عبء على الاقتصاديات وهكذا. طيب بيقول لي بعد كده رقم 4، زيادة معدلات الاستهلاك من السلع والمنتجات غير المتوفرة بالقدر الكافي، مما يمثل عبئا على الميزان التجاري المصري، وزيادة معدل الاستيراد. بص يا حبيبي، دلوقتي قلنا زياده معدلات الاستهلاك. طيب يجي يقول لك هل هناك علاقه ما بين المشكله السكانيه والميزان التجاري؟ تقول له في علاقه. ليه؟ انت مشكله عندك مشكله سكانيه، يربط لك ممكن يدرس لك ببعضيها فتركز. مشكله سكانيه هنا هوت، وبيتكلم على المشكله السكانيه. المشكله السكانيه بسبب ايه؟ قال لي والله بسبب زياده معدل المواليد وقله معدل الوفيات. ما عندكش الحاجات، ما عندك، انت مش قادر مش ملاحق. تمام. زياده المواليد زي يعني بصوره كبيره قوي، فانت مش عارف تعمل الخدمات، ولا عارف توفر، ولا الكلام ده. فانت عندك مشكله سكانيه بسبب زياده المواليد. اما يبقى عندك مشكله سكانيه، يبقى انت عايز تعمل ايه؟ انت عندك مشكله سكانيه، زياده سكانيه، فانت عايز تجيب ايه؟ عايز تاكلهم، عايزين ياكلوا، عايزين يستهلكوا، عايزين فلوس، عايزين اكل. تمام. فانت ايه اللي بيؤدي كده؟ بيؤدي الى زياده الاستيراد. انت بتستورد حاجات كتير، واحنا قلنا اكتر الحاجات اللي بنستوردها القمح. تمام. من الحاجات الغذائيه، وقلنا ان ده مشكله كبيره جدا جدا جدا، لانك لو معاك اي دوله ما بينك وبينها مثلا، واحنا قلنا القمح اصلا بنجيبه من دول اوروبيه، فاللي هو لو في مشاكل مفيش قمح، خلاص اقفل يا باشا الباب يا باشا. فدي هتبقى كارثه كبيره جدا. تمام. فاما انت بتستورد قمح وهكذا، مشكله سكانيه فهتخليك يعني زياده سكانيه فهتخليك تستورد، فيبقى عندك ايه؟ هيبقى عندي عجز في الميزان التجاري. فممكن اصلك يربط لك الدنيا في بعضيهم، فانا حبيت اقولها لك. فهنا بيقول لي زياده معدلات الاستهلاك من السلع والمنتجات غير المتوفره بالقدر الكافي، مما يمثل عبء على الميزان الايه التجاري المصري، وزياده معدلات الاستيراد. قلنا ميزان تجاري مصري، قلنا ادم في عجز، يبقى عجز يعني ايه؟ يعني انا بستورد اكتر من اللي بصدره. نخش بعد كده في اجراءات النهوض بالاقتصاد المصري. يعني اعمل ايه عشان انهض بالاقتصاد المصري؟ بص يا سيدي، قال لي الوصول لانطلاق الاقتصاد المصري يجب انك تركز مش عارف ايه، وتحط خطط وطموح وما اعرفش ايه والكلام ده. تعالى نخش في المفيد. قال لي بص يا باشا، اول حاجه العمل باقصى سرعه على استقرار الاوضاع السياسيه في البلاد مع استقرار الاوضاع الامنيه. يعني ايه؟ يعني مثلا انت عايز يكون عندك اقتصاد كويس والدنيا كويسه، محدش هيجي يستثمر عندك، ولا هيجي يعمل حاجه ولا اي حاجه، وانت الامن مش كويس، ما في اضطرابات امنيه مش هتبقى كويسه، فمحدش هيخش عندك. فانت لازم تعمل يعني تساعد في استقرار الاوضاع السياسيه دي. تاني حاجه الاهتمام بالثروات المعدنيه ومصادر الطاقه، والبحث عن موارد جديده واستثمارها الاستثمار الامثل من خلال تشجيع الاستثمارات القوميه والاجنبيه. يعني بيقول لي الثروات المعدنيه اللي عندك ديت، تدور، انت عندك مصادر، دور يا عم على مصادر تانية جديدة، مش لازم اللي عندك دي تقعد تدور فيها، لا شوف حاجات جديدة، اعمل توسع. طيب
بعد كده بيقول لي الاهتمام بالزراعه من خلال ما احنا قلت زي ما انا قلت لك هناخد كل الحاجات اللي خدناها اللي فات في اللي هو ازاي اقوم بالاقتصاد. احنا بنتكلم عن الاقتصاد عموما، فالاقتصاد يعني عندك هناخد الزراعه، تعدين، نقل، كل الحاجات، نقل، كل الحاجات الدروس اللي خدناها، يعني كل الحاجات اللي قلناها قبل كده دي حاجات كلها متعاده. تمام زي ما انا قلت لك. الاهتمام بالزراعه، قال لي اعمل ايه؟ طيب قال لي بص يا باشا، تحديد المناطق الصالحه للزراعه واستصلاح اراضي جديده وتطوير الوسائل الزراعيه، كل ده شرحه قبل كده فانت المفروض عارفه يعني، مش لسه هشرح لك تاني. استنباط سلالات نباتيه جديده خاصه من المحاصيل الغذائيه، يكون عندك تنوع. رابع حاجه البحث على مصادر مياه جديده في المناطق الصحراويه والساحل الشمالي وتشجيع الاستثمار في حفر الابار. خامس حاجة التعاون مع دول حوض النيل وتفعيل الاتفاقات الخاصة بتقسيم مياه النيل من خلال مفاوضات زي والتعاون في مجالات مختلفة. يعني بيقول لك تعمل تعاون مع الدول اللي ماشي فيها خط النيل عشان ما يكونش عندك مشاكل زي مثلا اثيوبيا. دعم السياحة وتشجيعها وإزالة المعوقات أمامها وتطوير المناطق السياحية. تعمل دعم للسياحة، قلت ما يكون يعني توفر لهم الحاجات اللي هم عايزينها واللي احنا لسه متكلمين عنها كلها، يكون عندهم نقل، يكون عندهم تسهيلات سياحية، يكون عندهم الحاجات اللي هم عايزينها. الاهتمام بالعاملة المصرية في الخارج وحل مشاكلهم، وذلك من خلال السفارات المصرية لها. يعني اللي عندهم العماله المصريه اللي بره، يعني اللي هو ايه، حاول تساعد المشاكل اللي عندهم، ما عشان ما يرجعوش تاني ويزودوا عبء عليك تاني. تمام، فانت تهتم بالعماله المصريه اللي بره. تامن حاجه الاهتمام بالتعليم، خاصه التعليم الفني ودعم البحث العلمي. ثواني كده، تعليم فني ممكن يقول لي تعليم حرفي، خلي بالك التعليم الفني احنا كنا قايلين التعليم الحرفي، لو تفتكر كده كنا قايلين، وده سؤال مهم جدا، خلي بالك تعليم فني تعليم حرفي اللي هو قلنا بيهتموا بيه عشان يعالجوا ايه؟ لا يعالجوا البطاله، افتكر اوعى تنسى، بطاله تعليم فني، بطاله تعليم فني حرفي، بطاله. تمام، حلو جميل جدا. يبقى الاهتمام بالتعليم خاصة التعليم الفني ودعم البحث العلمي. طيب التوسع في استخدام نظم المعلومات الجغرافية في الدراسات الاقتصادية مما يساعد على سهولة تداول المعلومات الاقتصادية مع المؤسسات العلمية. تعديل وتحديث البيانات والخرائط المرتبطة بالدراسات الاقتصادية، وده قلنا كان بيساعدنا فيها. لا لو تفتكر التعداد السكاني والحاجات ده بيديني بيانات معلومات عن الناس والإحصاءات الحيوية والكلام ده كله بيديني، يعني الكلام ده بيساعد برضو عشان ممكن يربط لك الدنيا ببعضيها. فيبقى نظم المعلومات الجغرافية بتساعدني في الدراسات الاقتصادية. طيب بتعمل ايه؟ قال لي والله سهوله تداول المعلومات الاقتصاديه مع المؤسسات العلميه، يعني يعني بتقدر تديهم المعلومات، المؤسسات العلميه بتوفر لها المعلومات يعني. وتعديل وتحديث البيانات والخرائط المرتبطه بالدراسات الاقتصاديه، يعني يكون عندك بيانات ومعلومات جديده حديثه، ما يكونش عندك حاجات ايه من القديمه، وده بتبقى مشكله يعني ان ما فيش تحديث للبيانات. عايز اقول لك بس قبل ما ننهي الدرس كده هوت معلومه مهمه. يجي يقول لك من المعالم السياحيه، تمام، عشان السؤال ده شفته، بيقول لي من المعالم السياحيه اللي بتتميز بالمناخ الدافي شتاء، تمام، ويجيب لك دير سانت كاترين ويجيب لك قلعه صلاح الدين اللي هي في طابه. طيب تختار ايه؟ هتقول لي الاثنين، مش الاثنين في سينا؟ تعالى نجيب لك حته سينا كده، ادي يا عم سينا، تمام، ادي دير سانت كاترين، تمام، وقلعه صلاح الدين. تختار ايه؟ هتختار قلعه صلاح الدين اللي هي فين؟ في طابه. ليه يا عم؟ عشان قلعه صلاح الدين عند هنا، تمام، عند سواحل خليج العقبة. وبكده الحمد لله نكون نهينا منهجنا اتفنش. تمام كده انت ضن خلاص. دلوقتي المراجعة اللي هتنزل ان شاء الله هتكون على الوحدة الرابعة، تمام، هلم لك الدنيا ان شاء الله. تمام، بس كده. الوحده طبعا التالتة انا كنت منزل لك اصلا، ما شرحتش الدروس، انا كنت منزل لك فيديو عشان انا شارح المنهج متاخر، فنزلت لك فيديو ساعه وتلت لامم لك الثلاث دروس بكل حاجه فيهم، مفيش حاجه فيهم ناقصه. تمام، بس كده مفيش اي حاجه. هتقولي ليه مفيش حاجه؟ ده ناس شارحينهم في قد كده. ما هو انا كنت شارحهم في مده كبيره، يعني انا كنت شارحهم اصلا في ساعتين ونص. تمام، الثلاث دروس دول بس قعدت منتجهم كل ثانيه حرفيا ملهاش لازمه كنت بشيلها، فقعدت اضغط في الفيديو لغايه ما خليته ساعه وتلت، وزودت سرعه وعملت حاجات كتير فيه عشان ايه يكون مدته صغيره. فدلوقتي احنا كده شرحنا المنهج بتاعك كله الحمد لله. هنبدا الفتره الجايه تحلوا معايا كتاب الامتحان كله. تمام، كل يوم هقول لكم على جزء طبعا معين تمشوا عليه، وهيكون امتحانات طبعا، والدنيا هتبقى جميله وزي الفل. واللي عنده اي اسئله طبعا الجروب بيتفتح اللي عنده اي حاجه، والدنيا هتبقى جميله وبص وزي الفل يعني. فيا ريت لو انت اول مره تتفرج علينا خش في قناه التليجرام وجروب التليجرام، لو انت ما بتاخدش درس او ضايع في الجغرافيا او رايح في داهيه او ايا يكن يعني، فخش عشان تلتزم معانا ان شاء الله.
وهتلاقي كل حاجة انت محتاجها واقف في المنهج، حاجة ضايعة منك، حاجة معرفش ايه واقع فيه، ما بتعرفش تحل، ما بتعرفش تعمل ايه، كده كده حاجات متراكمة عليك. كل ده هتلاقي فيه فويزات شارح كل حاجة، والدنيا جميلة وماشيين بنظام. وبس كده، مفيش اي حاجة تاني. الحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.